الانسان خاصو دائما يكون يخدم عقله وما يمشيش في التهلكه، لحقاش راه فلوس تدوم، راه اصدقاء تيدوموا، راه حتى شي واحد ما تيدوم من غير الصحه ورضاة الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواني اخواتي الكرام، تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. كما عارفين حنا كاملين القضيه ديال طالوني اللي مع حفصه، اللي تيقول هو سميتها حفصه سميتها خديجه، وحنا كاملين كنا عرفناها النهار الاول سميتها حفصه، وكل شيء كان عارف بانها الاسم ديالها هو حفصه ماشي خديجه، وهو خارج تيقول بان سميتها خديجه، وبانه هو اللي بلغ عليهم الشرطه، وبانه هو اللي ورا هذا الشيء كامل، وانا معترف بها بانني انا اللي بلغت عليهم. تيقولها في فمه، وكذلك تيقول هادشي درتو ليهم لحقاش هما هي والزوج ديالها اللي قالت لك كان حبيبي سابقا كانوا ناويين يديروا لي الغدر، ونط انا نفطر بهم قبل ما يتعشاو بيا. ودابا راه صافي سنات على الترحيل، صافي اخوتي راه رحلات من تركيا هي والزوج ديالها، ما بقاش عندها الحق انها ترجع لتركيا، عطاوها انها سواء السجن او الترحيل، ورسنات على الترحيل، ودابا راها في الطياره وراها غادا للمغرب. وطالوني راه فرحان بهادشي اللي دار، وقال لك هما كانوا باغيين يفطروا بيا وانا تعشيت بهم. هادشي علاش الانسان خصو يعرف راسو مع من يتصاحب، وما يحطش راسو في هاد المواقف ديال انه يتصاحب اولا مع مثليين جنسيين، وثانيا انه يحط راسو في هاد المواقف هادو ديال اللي يخليو كل شيء يهدر فيك، كل شيء ما يوقفش معاك. وحنا كما شفنا بزاف ديال اليوتيوبرز حتى شي واحد ما وقف معاه، وحتى شي واحد ما ناض، وحتى شي واحد من هذوك صحاباتك كاملين اللي كانوا دائما تتصوروا العيد ميلادات والعرادات والعراسات، وراه كما قلت لكم راه اصحاب غير اصحاب مصلحتهم. ملي تتكون شي عراضه وشي هادي، ديك الساعه راك حبيبتي راك هادي نطلعوا ليه فوروز، يعني لي زابونيت كبير، يعني بزاف ديال الامور، ولكن في وقت ديال الجد ما تلقاو حتى شي واحد اللي وقف معانا. المهم اخوتي الجديد ديال اليوم هو انه راه هي ترحلات صافي، راه مشات للمغرب، اللهم تمشي للمغرب وراه تبقى تما في السجن في بلاد الناس وبعيده على والديها، ووالدها ما يعرفوا اشنو كاين، وليلها الله صعيبه بزاف. المهم اخوتي نتلاقاو في الفيديو الاخر ان شاء الله، وما تنساوناش عافاكم بواحد الجيم والبارطاج باش دائما هكا يوصلكم الجديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.